هذا الصاد بالذكاء الاصطناعي ما يكملش في ديسمبر عليك مسكين راه يبان. ملعب مولاهم الحسن غير جاهز، وكدليل على عدم جاهزية هذا الملعب البلد برمته وبكل ملاعبه أجل هذه الدورة لسنة كاملة. ماذا تريد أن أقول لك أكثر من ذلك؟ لو كان المغرب جاهزا لكانت بطولة إفريقيا هذه الحصة اليوم تسجل وكأس إفريقيا مقامة في هذا البلد، ما دام أنهم أجلوا الدورة لسنة كاملة. مرحبا وأهلا فيكم. اليوم رح نتعمق بمشروع معماري فعلا صار حديث الناس، ملعب مولاي عبد الله بالرباط بشكله الجديد طبعا. أهلا فيكي، ومشروع ضخم بكل معنى الكلمة. صحيح، المصادر اللي عنا اليوم بتركز على لمسة أخيرة ومهمة جدا، الإضاءة الخارجية للملعب. الملعب هاد يوصفوه كأنه طبق فاخر على مدخل العاصمة. فالسؤال، شو اللي رح يخليه يضوي هيك بالليل؟ شو مهمتنا اليوم؟ بدنا نفهم كيف رح تتحول هالتحفة الهندسية بعد غروب الشمس. بالضبط، الأمر أكبر بكثير من مجرد إنارة للطريق أو للمنشأة. نحن عم نحكي عن هوية بصرية جديدة للملعب بالليل. تماماً. العمارة الحديثة وخصوصي بهالحجم والطموح صارت مثل لوحة فنية بتعبر عن رؤية، والواجهة الذهبية للملعب بتصميمها المعقد هذا اللي بيحكوا إنه مستوحى من سعف النخيل المتداخل. مميزة جدا جدا، وهي بتمثل تحدي كبير وبنفس الوقت فرصة إبداعية هائلة للإضاءة. كيف بدك تضوي هيكل بهالتعقيد بدون ما تخرب جماله الأصلي؟ بالضبط، ومثل ما قرأت بالمصادر، الليل بيعطي فرصة فريدة لهيك صروح لتعرض جمال الهندسي بالضوء. بس كيف ممكن نعمل هيك شي على واجهة معقدة مثل هاي؟ النظام الرسمي للإضاءة لساته ما أعلنوا عنه، بس المصادر عم تتكهن بخيارات مثيرة للاهتمام. صحيح، واحد منها هو الإضاءة المعمارية الغامرة، بس شكلها مش مناسبة، مش هيك؟ المصادر بترجح إنه مش الخيار الأفضل. الإضاءة الغامرة الكشافات الكبيرة هاي بتشتغل أحسن شي على الأسطح المستوية الملساء لتعكس الضوء بشكل مرتب. فهمت. واجهة الملعب هون لا، كلها تفاصيل بارزة وغائرة وتصميم ثلاثي الأبعاد مستوحى من الطبيعة، فهذا النوع من الضوء رح يتشتت بشكل مش حلو وممكن يعمل ظلال غريبة تقلل من فخامة التصميم بدل ما تبرزه. مفهوم، الكشافات العادية غالباً برا الموضوع. طيب، المصادر بتحكي عن خيار تاني فيه حركة أكتر، العرض الضوئي الديناميكي للواجهة. شو هاد؟ ممكن نشوف صور ضخمة عليه أو علم المغرب مثلاً معروض على كل الملعب. شكله مبهر هالحكي. الفكرة بحد ذاتها أكيد مبهرة، نعم، بس تطبيقها على سطح مش مستوي ومنحني ومعقد زي هيك هذا تحدي تقني كبير كتير. أكيد. إنك تعرض صورة ثنائية الأبعاد على هيكل ثلاثي الأبعاد بهالشكل غالباً رح يعطي تشوهات بالصورة، إلا طبعاً إذا استعملوا تقنيات معقدة ومكلفة جداً تعالج العرض نقطة بنقطة. وكمان ممكن الضوء هادي يغطي على تفاصيل الواجهة نفسها بدل ما يبينها. طيب، وشو بالنسبة لمفهوم النسيج الحي أو living canvas اللي انذكر؟ بحسه كتير مستقبلي، كأنه الواجهة عم تتنفس ضوء. هو فعلاً هيك، بيعتمد على دمج عناصر إضاءة كتير مرنة وصغيرة وقابلة للبرمجة بشكل دقيق كتير ضمن الواجهة نفسها. بس هاد بيتطلب مواد وتجهيزات خاصة جداً وصيانة دقيقة، ويمكن يكون مناسب أكتر لهياكل مصممة أصلاً لهالغرض من البداية. لو واجهة معدنية معقدة زي هاي تم تركيبها يمكن مش الحل الأمثل. تمام، بعد ما استبعدنا هالاختيارات بناء على تحليل المصادر لطبيعة الواجهة المعقدة، بيبقى في حل شكله هو الأقرب والأكثر منطقية. المصادر بتذكر شبكة الإضاءة النقطية أو Pixelated Point Lighting. هون الموضوع بيصير كتير شيق. هاد هو الخيار اللي المصادر بتشوفه الأكثر احتمالاً. ولسبب وجيه، الفكرة هون بتعتمد على تركيب عدد كبير جداً هائل من وحدات إضاءة كتير صغيرة LEDs بشكل مباشر ودقيق على الهيكل الداخلي اللي حامل الواجهة الذهبية. مدمجة فيه؟ تماماً، بحيث تكون مخفية تقريباً ومش مبينة بالنهار بين الألواح، والسر كله بهالتوازن إنك تحافظي 100% على شكل المبنى بالنهار وبعدين بالليل يتحول لشي ساحر. الملعب نفسه بيصير شاشة عرض ضخمة ثلاثية الأبعاد،
شاشة بنقدر نبرمجها بالكامل، تعرض ألوان وأنماط بتتحرك بس بطريقة بتحترم وبتتبع التعرجات والتفاصيل المعقدة للواجهة نفسها، مش مجرد ضوء مسلط عليها. هاد فعلا تكامل حقيقي بين الضوء والعمار. 100%. وهي هي النقطة الأساسية. الإضاءة هون مش مجرد إضافة جمالية، المصادر بتوصفها كأنها فصل أساسي بهاي الرواية الهندسية الفنية، حلو الوصف. لأنها بتكمل وبتتفاعل مع الواجهة الذهبية وبتحول الملعب لمعلم بصري حيوي بتغير بعد ما تظلم الدنيا. الضوء بيصير جزء أساسي من هوية المبنى بالليل. والمصادر ذكرت كمان إنه وفد الفيفا اللي زار الموقع مؤخراً كان كتير معجب مش بس بالتصميم، لا كمان بسرعة الشغل والإنجاز. صحيح، هالنقطة مهمة. هالإعجاب بيوحي إنه الطموح مش بس للمبنى نفسه، لا بيمتد ليخلقوا تجربة بصرية ليلية تكون على نفس المستوى العالمي من الإبهار. طيب شو المعنى الأكبر لكل هالحكي؟ المعنى إنه تصميم الإضاءة ما عاد مجرد تفصيل تقني، صار جزء من استراتيجية تقديم الملعب كأيقونة وطنية وعالمية. لازم يكون مبهر بالليل وبالنهار. هو بالنهاية تجسيد للطموح والإبداع المغربي، بيمزج بين أحدث التكنولوجيا والتعبير الفني اللي فيه لمسة تراثية مثل سعف النخيل ليعزز القصة اللي بيحكيها المبنى. هو إعلان بصري عن القدرة على الإنجاز بمعايير عالمية. اكتمل. أكيد. ورغم أنه القرار النهائي لنظام الإضاءة لسه ما تأكد رسمياً، بس الخيارات اللي استعرضتها المصادر خصوصاً شبكة الإضاءة النقطية بتشير بقوة لحل متطور جداً ومدمج بعناية فائقة بالتصميم المعماري. وهذا بيتركنا مع فكرة أخيرة نفكر فيها. غير إنه المنظر رح يكون مبهر وثابت، كيف ممكن هالقدرات الديناميكية للإضاءة المتطورة إذا فعلاً اعتمدوها تستخدم بالمستقبل بطرق تفاعلية أكثر؟ فكرة مثيرة للاهتمام. يمكن لتعكس أجواء مباراة مهمة جوا الملعب، أو حتى مزاج المدينة أو احتفالاتها بمناسبات معينة. يعني الاحتمالات شكلها واسعة كتير. فعلاً، هذا بيفتح الباب لاستخدامات إبداعية كثير. بهيك منكون استكشفنا الأبعاد المحتملة لسحر الإضاءة بملعب مولاي عبد الله الجديد. شكراً لمتابعتكم معنا. مشاهدينا، سنتجاوز كل الخطوط الحمراء وسنتحدث بكل جرأة عن ملاعب المغرب الشقيق، وبالضبط ملعب مولاي عبد الله. البطاقة الحمراء تاعي اليوم تتعلق بما يحدث عند جيراننا المغرب. الناس راهي تخدم لي فيدراسيون تاعها، وحنا راهم يتاكلوا على الكوميل. السكرتير جينيرال واحد بين حيني دا لي زانفيتاسيون علاه نديميسيوني وعلاش الكوميل في حين اعطيني قبل ما يعطيك. شفيت كي كنت نتايا ما عندهاش بزاف شهر ولا شهرين ولا كي كنتوا تتكلموا تقولوا لو كان عندنا ناس اللي في لاكاف يخدموا في لي كوليس. واش قلت لك؟ قلت لك يخدموا لروحهم. صح، قلتها لك. صح. اليوم هاي لا بروف. هذه لا بروف. ايوا لا بروف هذه علاش نزيدوا نوضحوها اليوم. اليوم الناس الجزائر والو، باسكو اعضاء المكتب الفيدرالي هنا على الدوله الجزائريه ان تقف على هذا الامر، ما على بالهمش كاع بالفوتبول ناسيونال.